السلام عليكم واحلى تحية حب لاحلى متابعين. عندنا الطرح بالذات لما يكون فيها بقع من الزيت بتبقى عند ناس كتير صعبة. ان شاء الله النهاردة في الفيديو هتلاقوها مكونات سهلة جدا في كل بيت، وسهلة جدا، سهلة سهلة سهلة. هنجيب كده الطرحة بتاعتنا نضيفها قدامكم اهي، جايباها من لونين علشان تشوفوا ما اتغيرتش معاكم. هحط الزيت حتى لو جف معاكي ما تقلقيش خالص، نفس الوصفة. بس يعني ممكن تاخد وقت اكتر شوية، بدل ما خليتها دقيقة هتخليها دقيقتين 3 4 حسب الزيت اللي في قلب الحاجة اللي انتي اي حاجة عندك منجوب عليها زيت هتشيليها بإذن الله بالطريقة دي. خلاص، هنجيب كده مكوناتنا البسيطة ان شاء الله عليكي وتكون سهلة. هنسمي كده ونصلي على الرسول وهنشوف مع بعض مقاديرنا. انا سايباها علشان تنشف شوية الزيت. خدت بس معلقة من كلوروكس الالوان، معلقة واحدة. تمام. ومعايا هنا برضو معلقة من الصابون السائل، اي نوع صابون سائل في البيت متوفر، مش لازم النوع معين. ومعلقة من الخل، دي هتكفي طرحة واحدة. لو عندك كذا طرحة فتضعفي الكمية، يعني عندك طرحتين فتعملي معلقتين، عندك 3 طرح اعملي من كل حاجة 3 معالق. يعني انتوا عارفين مشاكل اللي بالذات الطرح اللي بيبقى فيها زيت، الاستعجال بقى. الناس بتلبس طرحة على طول، وبالذات في الحر على طول على شعرك قبل ما تكون لسه حاطه فيه زيت فبيبقع. فدي مشكلة خطيرة عند ناس كتير. بصي بتسيبيها بقى حسب لما يجف اكتر بتاخد وقت اكتر. تمام. انا معايا غسلتها شطفتها لقيتها طلعت معايا علشان هي مش جافة معايا. فانتوا لو معاكوا جافة تسيبيها دقيقتين 3 4. حتى لو في بقعة يعني قوية جدا سيبيها ربع ساعة مش هيجرى لها اي حاجة، وتغسليها في الغسالة المفروض. بس انا هشطفها، مش محتاجة استنى الغسالة تغسلها، هشطفها معاكم وهطلعها من المية دي هحطها في مية نظيفة. وخلاص على كده هتنشف معايا بمكوى، بتنشريها على حبل على طول ان شاء الله مش هتلاقي فيها اي بقع خالص. يعني اتمنى اكون فدتكم حتى بمعلومة واحدة. وما شاء الله يعني الوصفة دي حلوة جدا جدا لبقع الزيت. استودعكم الله، والسلام عليكم.